للأسف الشديد بيكرموا الجهلة والبلطجية والأصوات المزعجة، رغم ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان انكر الأصوات لصوت الحمير. ولكن الناس دي بقت هي دلوقتي صفوة المجتمع، زي ام ساجدة ووحيد لاشين وكزبرة وحنجرة وكروان مشاكل وكل الاشكال الضالة اللي حضراتكم بتشوفوها يوم عن التاني بتتكرم للأسف. ولكن يظل السؤال اللي محير كل اب وكل شخص تعب وجهد واجتهد وتعب وشقي وذاكر وداق مرار وعذاب الثانوية العامة، وبرغم التعب والشقى والعذاب اللي بيشوفه طول دراسته، واول ما يوصل لحلم حياته اللي هو كان بيحلم بيه من منذ صغره، بيشوف كل الاشكال الضالة دي على شاشات التلفزيون وعلى جميع منصات التواصل الاجتماعي، وللاسف بيتكرم رغم اللي هو ذاكر واجتهد وتعب حوالي 19 سنة من عمره اللي راحه، وفي الاخر الشهادة بياخدها ويلفها وكأنها مجرد ذكرى بيفتكرها. ويا ترى بقى كام واحد فينا بيمشي في الشارع بيلاقي شباب زي الورد بيكلموا نفسهم؟ وطبعا دوت من الضغط النفسي والعصبي اللي وصل له الشاب. وللاسف في بعض الشباب منهم بتوصل للانتحار، وما تقدرش تقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. بس يا ريت ما تنسوش الفولو واللايك وتصلوا على النبي.